تحياتي اخواتي، الله يسعد اوقاتكم يا رب. معكم المهندس فراس من المانيا والاستاذ قادر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم درس جدا مهم طبعا لمستوى الاستماع اللي هو ايام الاسبوع. مثل لما نحن نقول ايام الاسبوع، مثلا السبت، الاحد، الاثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة. وعطيتكم كمان شوية كلمات اللي هن مثل ما نقول نحن اليوم مثلا، او امبارح، او اول امبارح، او بكره، او بعد بكره، او مثلا بنهايه الاسبوع كمان. فهي كلمه نحن ما بنقولها كثير بالعربي، ولكن بالالماني موجوده، اللي هي يوم العطله يعني، او نهايه الاسبوع بيقولوا بالضبط. بدي شو مقدم. Hallo und guten Tag. Wir unterrichten euch heute die Wochentage. Es gibt 7 Tage die Woche, wie ihr wisst, und jeden einzelnen Wochentag benennen wir euch jetzt zur Aufklärung. Die Wochentage. Die Wochentage, أيام الأسبوع. Montag. Montag يعني الاثنين اخواتي. Montag يعني الاثنين. Dienstag. Dienstag الثلاثاء. Dienstag الثلاثاء. Mittwoch. Mittwoch الأربعاء. Mittwoch الأربعاء. Donnerstag. Donnerstag الخميس. Donnerstag الخميس. Freitag. Freitag الجمعة. Freitag الجمعة. Samstag. Samstag السبت. Samstag السبت. Sonntag. Sonntag الأحد. Sonntag الأحد. طبعا اخواتي مثل ما انتم بتعرفوا بسوريا في عندهم على ما اعتقد الجمعة والسبت هو اللي عطلة، والجمعة يعني الناس كلها بتعطل. هون بألمانيا الجمعة ما عطلة، التعطيل عندنا بصير يوم السبت ويوم الأحد. طبعا السبت بتكون هي طبعا معلومة فقط إضافية لكم اخواتي اللي ما بيعرف هذا الشيء. السبت بيكونوا لسه المحلات فاتحين وهالامور هاي، ولكن الأحد عندنا هون كله بيسكر. بالنسبة لأيام العمل، أيام العمل اخواتي الأساسية هن من الاثنين للجمعة. السبت والأحد دائما هذا فوخنende بسموه، اللي هي نهاية الأسبوع أو أيام العطلة بداخل الأسبوع. يعني أنتم الأيام العادية لما تشتغل أنت مثلا يوم السبت، أنت هيك اشتغلت زيادة. لما اشتغلت السبت أو اشتغلت الأحد أنت اشتغلت زيادة. الأساسيات هن من الاثنين ليوم الجمعة فقط. أوكي. طيب اخواتي، هلا رح نعطيكم شيء ثاني بالنسبه لليوم وهالقصص هي للشغلات. اليوم اخواتي نحن حاليا يوم الاربعاء نحن اليوم. فاليوم انا كتبت لكم اياها اليوم هويته. هويته يعني اليوم. هويته يعني اليوم. زين قادر؟ Heute. Heute. Heute اليوم. Heute اليوم. Gestern. Gestern البارحة أو امبارح. نحن نقول بالعربي بالسوري امبارح. Gestern امبارح. Vorgestern. Vorgestern أول امبارح. Vorgestern أول امبارح. Morgen. Morgen بكرة أو غدا. Morgen بكرة أو غدا. إذا كنت مثلا اليوم أنت هويته، إذا كنت عم تحكي مع حدا قل له بكرة رح نجي لعندك مثلا، أو بكرة رح نشتغل، أو بكرة رح نسافر أو كذا، بتقول له Morgen بكرة. Morgen غدا. Übermorgen. Übermorgen بعد بكرة. بعد بكرة مثلا أنا بعد بكرة رايح سافر، بعد بكرة رايح أدرس، بعد بكرة رايح أعمل. Übermorgen. Übermorgen. Wochenende. Wochenende نهاية الأسبوع. Wochenende اللي مثل ما قلت لكم نحن نقول عن Samstag وعن Sonntag، عن يوم السبت ويوم الأحد نحن نقول عليها Wochenende. Wochenende. إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا الدرس اليوم مضبوط. بتمنى إذا عندكم
اي سؤال تسالوني تحت بالتعليقات، واذا بتقدروا تكتبوا الشيء اللي اعطيناكم اياه لحتى تقدروا تتدربوا عليه اكثر تحت بالتعليقات بيكون كثير كثير ممتاز لحتى تقدروا تتعلموا اكثر وتدرسوا اكثر. تحياتي لكم اخوكم ابو نزار، استنونا بالفيديو القادم. السلام عليكم. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen.